بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة التي نتناول فيها تصريحات وزير الخارجية التركي حول العراق. فأدلى بثلاث تصريحات. التصريح الأول أن تركيا بعد سوريا ستفعل في العراق، وأنه على الحكومة الموالية لإيران في بغداد أن تتعظ وتأخذ الحكمة مما جرى في سوريا. فهل يعني ذلك أن تركيا ستسقط هذه الحكومة؟ تعالوا نشاهد. Yani Suriye ayağı bittikten sonra Irak ayağı var. İnşallah Irak'ta buradakinden ders çıkartırlar da daha akıllı bir karar alırlar ve oradaki geçiş daha kolay. التصريح الثاني الصادم والخالي من الدبلوماسية وخشن جدا أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قال تركيا تستطيع أن تدمر ميليشيا الحشد الشعبي التابعة لإيران في غضون 3 أيام. تعالوا نشاهد. Haşiş abi karadan ilerleyip biz havadan harekat yaptığımız zaman olay 2 veya 3 gün, yani o fazla bir süresi yok. Bu kadar basit bir askeri operasyon. Ben herhalde Haşiş abi komutanıyla en başındaki adamla herhalde bir 20'ye yakın toplantı yapmışımdır. Onlarca kez konuşmuşuzdur böyle bir şeyi. Irak hükümeti kendi topraklarının başka bir silahlı unsur tarafından işgal edilmesine izin verir bir durumda. Bunu kendisinin bir milli güvenlik tehdidi olarak algılamıyor. وهذه الميليشيا تركيا وجهت لها اتهامات كثيرة خلال السنوات الماضية أنها بتضطهد المسلمين السنة وبتقوم بعمليات تطهير ضد المسلمين السنة في العراق، وتركيا بتعتبر نفسها المسؤولة عن حماية المسلمين السنة في العراق من الدولة العثمانية وخاضت حروب مع الشاه اسماعيل الصفوي. التصريح الثالث لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان هو تركيا لن تقبل بنور المالكي الموالي لإيران رئيسا لوزراء العراق. وطبعا نور المالكي كما نعلم كان عمل ميليشيات موالية لإيران وقام بقتل عام عباد المسلمين السنة كما جاء في وثائق ويكيليكس ونشرتها قناة الجزيرة القطرية. ماذا يعني هذه التصريحات التركية؟ والعراق طبعا حصل وزارة الخارجية العراقية استدعت السفير التركي وخرج يعني الموالين لإيران يردون على تركيا وشيء من هذا القبيل. نحن لدينا احتمالين: إما أنه وزير خارجية تركيا يقصد ما يقوله، أي أن تركيا ستسقط الحكومة الموالية لإيران في بغداد وتنصب حكومة جديدة منتخبة من الشعب العراقي تعبر عن كل الشعب، سواء كانوا شيعة مسيحيين مسلمين عرب أكراد زط هنود أيام ما كان مكونهم يعني. فإما أنه تركيا يقصد أن تركيا سوف تسقط هذه الحكومة الموالية لإيران يعني، ولن تسمح بنشاط الميليشيات أو تمنع نشاط الميليشيات الموالية لإيران داخل العراق، أو أن يكون الهدف هو الأمر الثاني، أن تركيا تقول لهم عليكم أن تفككوا حزب العمال الشيوعي الذي يدعو القومية الكردية يعني في منطقة سنجار. هذا عاصمة هذا الحزب سنجار في العراق، منطقة جبلية وعرة، والتي خرج منها عائلة الشاه اسماعيل الصفوي، اللي يدرس الشاه اسماعيل الصفوي اسمه إسحاق، وسمى نفسه صفي الدين وأعطى نفسه لقب شيخ، الشيخ صفي الدين إسحاق. ففيه ابن بزاز هذا تلميذه كتب كتاب اسمه صفوة الصفا، تجدونه على الإنترنت، يقول في نسبه إن هو كردي سنجاري. كردي يعني هو يأخذ الله، أنا أعتقد إنه أحفاد عبد الله بن سبأ وجماعته يعني، ليس كرديا يعني، هذا موضوع خاص بحلقة. سنجاري يعني منطقة سنجار، منطقة جبلية يعني، ومنها المكزون السنجاري اللي هو الأمير اللي كان عامل إمارة في هذه المنطقة نصيرية، وهجمت على الساحل السوري وقتلت الشيعة الإسحاقية. الشيعة الإسحاقية كانوا يقولون أن محمد هو الله ليس علي هو الله، وعمل إبادة فيهم وحرق لهم كتبهم وكلام من هذا القبيل، وهو الذي حولهم من الشيعة المحمدية اللي بيقولوا أن محمد هو الله إلى الشيعة النصيرية أو الشيعة أنهم يقولون علي هو الله. تمام. المهم، فهل هو وزير الخارجية التركي يقول يعني فككوا هذا، وإلا إذا لم تفككوا حزب العمال الكردستاني سنسقط الحكومة الموالية لإيران ونغلق الملف، ولا نحن سنسقطها لأنها موالية لإيران؟ نحن لا نعرف ماذا دار في عقل وزير الخارجية التركي. وفي عالم السياسة وزراء الخارجية والمسؤولين وهؤلاء في الغالب قد تكون لا تعرف هل تصريحاتهم يقصدون بها هذا أم يقصدون شيئا آخر، أو إلى أي مدى تكون تصريحات فضفاضة وغامضة وتحتمل كل شيء. وبعدها وزارة الخارجية التركية أصدرت بيان أن هي لا تقصد تدخل في شؤون العراق، كل ما هناك أنه يجب تفكيك حزب العمال الشيوعي الموجود على الأرض العراقية، وإما أن حكومة بغداد تقوم بهذه المهمة أو الجيش التركي سيقوم به، ومن يعترض
هنضرب راسه يعني بالشاكوش ولا هنكسر راسه. في التفسيرات لدينا تفسيرين. التفسير الأول أن هناك اتفاق بين تركيا وأمريكا بضم العراق للحلف العسكري الذي يؤسس حاليا بين تركيا والسعودية وباكستان، وهذا الحلف العسكري هيكون موجه ضد الصين أو الهند ضمن ترتيبات الحرب العالمية الثالثة، ومنع الصين أو الهند من الاستيلاء على مناطق النفط، لأنه من يستولى على النفط والغاز سيحكم العالم، وهذا طبعا يضر بمصالح أمريكا. فتركيا تقوم بدور رأس الحربة أو القيادة في هذا الحلف العسكري مع السعودية ومع باكستان. هذه الدول الثلاث هي غير متصلة جغرافيا أصلا، فلازم الجيش التركي كي يكون في تحركات أو إرسال أسلحة من تركيا للسعودية أو كذا لازم يكون في أرض متصلة. هذه الأرض المتصلة هي العراق. يعني إذا العراق جرى ضمه لهذا الحلف العسكري، في هذه الحالة هيكون في حرية من الحركة من الجيش التركي والمعدات العسكرية عبر العراق إلى السعودية والكويت ثم إلى باكستان وكذا. بالإضافة إن هذا يضعف إيران اللي هي متحالفة مع الصين أو قريبة من الصين حاليا. فهل هنا تركيا عاملة اتفاق مع الأمريكان إن احنا نضم العراق ضمن هذا التحالف، وهذا يتطلب إسقاط الحكومة الموالية لإيران، وإنه تأتي حكومة منتخبة من الشعب العراقي تثق فيها تركيا وتثق فيها السعودية. احنا هنعمل تحالف وخطط عسكرية وتحركات عسكرية وتحركات الأسلحة، فنحتاج حكومة أمينة يعني، وإلا تبلغ الخطط التحركات العسكرية إلى إيران وإيران للصين. فلازم هذه الأرض اللي هتمر فيها المعدات العسكرية أو الجيوش أو القوات لازم تكون تحت سيطرته. فلازم تكون الحكومة العراقية الموجودة محل ثقة من الشعب العراقي، من تركيا، من السعودية. فربما هذا هو الاحتمال الأول. فإذا كان هذا الاحتمال فسوف يتم إسقاط هذه الحكومة. أعتقد أن تركيا لن تقوم بنفسها، كل ما في الأمر سيتركون الشعب العراقي، الشعب العراقي المسكين اللي أذلوه وأبدوه وقتلوه وشردوه وبهدلوه، حاجة بشعة يعني. والنساء العراقيات لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن تركيا كما حدث في سوريا، تركيا لم تحارب بنفسها، إنما حاربت من خلال من يمثلونها اللي هو القوات المعارضة بقيادة أحمد الشرع. فتركيا دخلت في حرب مع ميليشيات إيران في سوريا وبشار الأسد وأسقطتهم دون أن تعلن الحرب. فممكن أن تركيا تكرر هذا السيناريو في العراق، هذا وارد جدا. طيب هذا الاحتمال الأول، ترتيبات مع اتفاق مع الأمريكان، تفاهمات مع الأمريكان لترتيب المنطقة للحرب العالمية الثالثة، خصوصا الجيش الصيني قادم جدا للغاية يعني قريب جدا. التفسير الثاني هو أن الحكومة التركية تريد فقط إسقاط ملف حزب العمال الشيوعي الكردستاني الذي هو بيخوض حروب ضد تركيا وكذا، كجزء من ترتيبات السلام داخل تركيا، وأن احنا بنفتح صفحة جديدة على أساس أننا مسلمون وأمة إسلامية واحدة، ولا قومية تركية ولا قومية كردية ولا عربية. وهذا نستطيع أن نقرأه من خلال التغييرات الوزارية في تركيا، ووزير حفظ القرآن الكريم أصبح وزير للداخلية في تركيا، وغير ذلك تصريحات حزب الحركة القومية أن احنا أحفاد صلاح الدين الأيوبي وأحفاد قلب أرسلان وأحفاد عمر بن الخطاب وصلاح الدين الأيوبي. يعني هتجدوا تصريحات القادة في تركيا كلها تتجه نحو تعريف نحن مسلمون وليس أكراد ولا أتراك ولا عرب ولا كذا. اللي حاصل أنه تركيا 40 سنة لماذا لم تدخل إلى سنجار وتلف تنهي ملف حزب العمال الشيوعي الكردستاني يعني؟ الإجابة أنه الجيش الأمريكي موجود في شمال العراق أصلا، فمنطقة إربيل وصلاح الدين ودهوك هذه تحت سيطرة الجيش الأمريكي وما حدش يدخل. الآن سياسة الرئيس الأمريكي ترامب سحب الجيش الأمريكي من المنطقة، فسحب الجيش الأمريكي من شمال سوريا، سحب الجيش الأمريكي من قاعدة التنف في سوريا، سحب الجيش الأمريكي من رومانيا، وقام بتخفيض القوات الأمريكية في ألمانيا. وهو فيما يعني يعتقد يعني إن هو هذه القوات الأمريكية قد يستخدمها في ضم كندا، في ضم جرينلاند، وهو لا يريد أن يدخل الحرب العالمية الثالثة في بدايته. يعني الصين اتركها تتحارب مع تايوان، واليابان تدخل تدافع عن تايوان. الصين إذا هجمت على باكستان، تركيا تدافع عن باكستان وتحالف معها والسعودية وكذا. وروسيا في الشمال، حتى طبعا هو ترامب عقد لقاء قمة مع بوتين، واليوم بوتين فيه يعني تسريبات انه سيعود لاستخدام، روسيا تعود لاستخدام الدولار الامريكي مرة اخرى. فواضح انه ترامب يقول انا لن اخوض حرب ضد الصين. فالان انا كجيش الصيني اذا هجم مثلا على سوريا او هجم على العراق مثلا
والجيش الامريكي موجود، هذه تسيء سمعه امريكا، فانا ليه اسحبه وخلاص واترك اخرين يحاربون الصين. لست انا كامريكا احارب الصين، هم الذين يحاربون الصين والصين تحاربهم. وبعد ان تضعف قوى الجانبين ادخل انا كامريكا في الحرب وانتصر على الجميع. يعني الخطه هي استمرار سيطره امريكا على العالم لمده 100 سنه وليس الصين. طبعا الصين تريد ان تسيطر. فهل هنا تركيا بتستغل فتره الفراغ القصيره، لانه الامريكان عندما ينسحبون من المنطقه من شمال العراق ومن سوريا اما تدخل تركيا واما تدخل الصين، لانه يعني الطبيعه لا تقبل الفراغ، لو وضعت كوب فارغ سيدخل فيه التراب. فيبدو انه تركيا اما بتستغل هذه الفتره البينيه القصيره، وتركيا تدخل لتحل هذا الفراغ قبل ان تاتي الصين وتملا هذا الفراغ. ارجو مشاهدينا ان تكون الصوره قد وضحت، والى اللقاء والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا لي رجاء من الاخوه جزاهم الله خيرا الذين ينشرون فيديوهاتي، ارجو منكم الصوره يعني بهذا العقال، يعني اللي يفتح اي قناه او كذا يعني لا ياخذ هذه الصوره بهذا العقال، وباذن ان شاء الله اصور صوره اخرى بالعقال الابيض للقناه الاخباريه.